اغنى دول شبه الجزيره العربيه اليمن، وما ادراك ما اليمن. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ثروات مهوله موجوده تحت ارض اليمن، وقد ايه البلد ده فيه ثروات غير مستغله. والحقيقه انا اتبسطت بالتفاعل الكبير جدا اللي حصل على الفيديو ده، خصوصا من اخواتنا اليمنيين. فبناء على طلب ناس كتيره منكم قررنا ان احنا نعمل جزء تاني عن ثروات دوله اليمن. فيلا بينا نبدا على طول. معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي السياحه في اليمن. الحقيقه وانا بدور في المعالم السياحيه الموجوده في اليمن حسيت ان انا تهت من كتر ما هي كتيره وحلوه قوي. يعني احترت مثلا اتكلم عن مدينه اسمها شبام، واللي عمرها بيقول ان هو بيمتد ل 2000 سنه تقريبا، واللي يعتبر فيها اقدم ناطحات سحاب موجوده في التاريخ. وارتفاع المباني اللي موجوده في مدينه شبام بيوصل ل 24 متر، وده كان يعتبر اعجاز هندسي وقتها. وفكره ان انت تقدر تبني مباني من الطين وجذوع النخل والميه وتكون بالارتفاع ده، وكمان تقدر تصمد لمئات السنين، هي دي المعجزه في حد ذاتها. وعشان كده المدينه دي اتسمت بمنهاتن الصحراء، وفي سنه 1982 ادرجتها منظمه اليونسكو في قائمه التراث العالمي. وعندك كمان مدينه صنعاء اللي عمرها بيرجع لاكثر من 2500 سنه، وهتلاقي هناك في صنعاء باب اليمن اللي يعتبر من اقدم المعالم التاريخيه هناك، واللي عمره اكتر من 1000 سنه، وهو الباب الوحيد الباقي من 7 ابواب كانت بتتميز بيهم مدينه صنعاء القديمه. واللي هتحس جوه مدينه صنعاء وانت بتتفرج على مبانيها والتراث اللي فيها انك جوه حلم من العصور القديمه المهيبه. وبرده اليونسكو في سنه 2015 اضافت مدينه صنعاء القديمه على قائمه مواقع التراث العالمي. وخد عندك كمان مدينه تعز، واللي تاريخها بيرجع للقرن ال12، واللي لقيت فيها متنزه السكون، واللي يعتبر من اجمل الاماكن اللي شفتها في حياتي على الاطلاق، واللي مش هقدر اوصفه ابدا كما يجب، فهخلي الصوره تتكلم عن نفسها. تعز كمان مدينه فيها قلاع وحصون عريقه جدا زي قلعه القاهره وحصن الدملقه او المنصوره، اللي كانت حصن منيع ضد المستعمرين اللي حاولوا يدخلوا ارض اليمن من جهه محافظه تعز على مدار التاريخ. وعندك كمان مدينه اسمها مدينه زبيد او زبيد في محافظه الحديده، واللي عمرها بيرجع للقرن الثامن الميلادي، واللي كانت بتحتل موقع مهم جدا في طرق التجاره القديمه ما بين اليمن والمدينه المنوره في السعوديه، وكانت تعتبر وقتها من اهم مراكز الثقافه والعلوم في العالم الاسلامي. والمدينه دي بقى مليانه معالم اثريه في منتهى الجمال زي المسجد الكبير وقلعه زبيد وصهريج الميه، وكمان البيوت التاريخيه العتيقه اللي موجوده في المدينه الجميله دي. وبرده اليونسكو سجلتها في قائمه التراث العالمي سنه 1993. وطبعا لو اتكلمنا عن السياحه في اليمن بشكل مفصل اكتر فالفيديو الحقيقه مش هيخلص ابدا، لان البلد بكل مكان فيها تعتبر بلد سياحيه بكل معالمها وتفاصيلها تقريبا. لكن اللي حابب اتكلم عليه قبل ما اختم النقطه دي هي جزيره سقطرى، واللي تعتبر ايه من الجمال فعليا في اليمن، واللي بتتكون من 6 جزر مطله على المحيط الهندي. وطول الشريط الساحلي للجزيره كلها حوالي 300 كيلو متر تقريبا. الجزيره دي تعتبر فعليا ايه من ايات ربنا في الجمال. الجزيره دي وحسب تصريحات اليونسكو فيها 825 نوع من النباتات مختلفه، في مقدمتهم شجره دم التنين اللي مش موجوده في العالم هي، و600 نوع كمان من النباتات الا في الجزيره دي. جزيره سقطرى كمان فيها 34 نوع من الزواحف، و96 نوع من القواقع، و192 نوع من الطيور، و253 نوع من الشعاب المرجانيه، وكمان 730 نوع من الاسماك الساحليه، و300 نوع من السلطعون وجراد البحر والروبيان. وفيها كهوف بتشكيلات حجريه من اجمل ما يمكن ان انت تشوفها في حياتك، من امتزاج البحر مع النبات مع الكهوف في طبيعه خلابه ومبهره جدا جدا. وبرده منظمه اليونسكو صنفتها ضمن المناطق البيئيه التراثيه العالميه في سنه 2008. كل اللي قلته ده هو فعليا جزء بسيط جدا من السياحه اليمنيه اللي محتاجه ساعات طويله جدا نتكلم فيها عشان خاطر نديها حقها. لكن اللي يزعل بجد ان عادات السياحه في اليمن، وطبقا لاخر احصائيه قدرت اوصل لها في سنه 2015، وصلت ل 373 الف دولار سنويا بس. وفي اعتقادي ان الرقم ده بقى اقل بكتير دلوقتي، وده بسبب التوترات السياسيه المستمره هناك. طب ازاي دوله بالجمال ده ولا ينقصها اي شيء الا الاداره تكون بالوضع المزري ده؟ وده مقارنه مثلا بدوله زي مصر اللي عائدات السياحه فيها وصلت ل 10 مليار دولار سنويا تقريبا، او دوله زي تركيا واللي قدرت تحقق 40 مليار دولار في السنه اللي فاتت. حاجه محزنه جدا الحقيقه ان دوله زي اليمن وبكل الامكانيات اللي فيها دي تكون بالضعف ده في مجال زي السياحه. النقطه الثانيه والمهمه جدا في اليمن هي الموانئ الاستراتيجيه الممتده على طول الساحل الكبير اللي موجود في دوله اليمن. واليمن فيها حوالي 17 ميناء متوزعين ما بين البحر الاحمر وخليج عدن وبحر العرب. الموانئ دي بتتكون من 6 موانئ رئيسيه، هم عدن والحديده والمكلا والمخن ونشطون والصليف. ودي موانئ غرضها الاساسي هو استقبال التجاره الدوليه، خصوصا السفن الكبيره باحجامها الضخمه اللي بتوصل ل 400 متر طول و14 متر عمق. والسفن اللي بتكلم عليها دي هي في الاغلب بتكون سفن البضائع والحاويات الضخمه. وكمان الموانئ دي بيكون فيها ورش صيانه مجهزه بتقدر ان هي تعمل صيانه للسفن الكبيره اللي وزنها بيوصل ل 500 طن. والحقيقه ان السفن دي ما تبقاش السفن الكبيره قوي يعني اللي انا اقصد عليها، لان سفن الحاويات الضخمه بتكون ما بين 5000 طن لحد 40000 طن تقريبا. ولكن للاسف امكانيات الموانئ الرئيسيه في اليمن مش افضل حاجه بسبب الحروب والنزاعات المستمره هناك. واليمن كمان فيها 3 موانئ رئيسيه لتصدير النفط والغاز الطبيعي، هم ميناء بالحاف وميناء راس عيسى وميناء الشحر. وميناء بالحاف بالاخص هو يعتبر الميناء الرئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال هناك. وللاسف برضه فانتاج اليمن النفطي قل من 450 الف برميل يوميا في سنه 2007 لاقل من 200 الف برميل يوميا قبل الحرب، ونزل حاليا ل 50 الف برميل بسبب الحرب الدايره ما بين جماعه الحوثيين والحكومه الانتقاليه في اليمن. ضيف على ده الصراع الغير منتهي بين السعوديه والامارات من جهه، وجماعه
وسيطرت الحوثيين من جهه تانية، وده على الموانئ الرئيسيه اللي موجوده هناك في اليمن. وده للاسف ادى لتعطيل معظم الموانئ الرئيسيه في اليمن بشكل كبير جدا، او ان هي تكون خارجه عن الخدمه او ادائها ضعيف جدا بحيث ان هي ما تقدرش تستقبل عدد كبير من السفن لعدم توافر الامكانيات اللازمه لده. واضيف لك كمان على ده ان في تقرير صدر من الامم المتحده في سنه 2021. التقرير بيقول انه بسبب الحرب على اليمن فما فيش اي صيانه تقريبا بتتم على الموانئ دي من ساعه ما الحرب بدات. وخليك عارف ان دي الموانئ اللي بيتم استيراد اكتر من 90% من احتياجات اليمن الغذائيه من خلالها. التقرير كمان بيقول ان مفيش بنيه تحتيه في الموانئ دي عشان تساعد على انزال وشحن البضائع اللي بتيجي من السفن والحاويات الكبيره، وكمان الاوناش اللي بتتعطل ما ينفعش ان هي تتصلح لان مفيش قطع غيار موجوده ليها. والتقرير كمان بيقول ان الموظفين الموجودين هناك مش متدربين بشكل كافي للتعامل مع حجم التجاره اللي ممكن يمر من خلال الموانئ دي، ده غير تكلفه التامين العاليه جدا واللي بتفرضها شركات الشحن على السفن المتجهه لليمن. والكلام ده طبعا زي ما احنا كلنا عارفين بسبب الحرب المستمره هناك. الكلام ده بقى بيزود تكلفه الشحن والتامين للمواد الغذائيه اللي بتوصل لليمن 16 مره عن اي دوله ثانيه، وده طبعا بينعكس على اسعار الغذاء وبيفسر التضخم الرهيب اللي وصلت له اسعار الغذاء في اليمن. وطبعا ما نقدرش نقول حاجه غير ان ربنا يلطف باليمن وباهلها وبكل ما فيها. ونسيت كمان اقول لكم ان اليمن فيها 8 موانئ ثانيه ولكن دي موانئ محليه، وهم ميناء قنا وميدي واللحيه وراس العاره وميناء الخوخه وشقره وسيحوت واخيرا ميناء سقطرى. كل العدد الكبير جدا من الموانئ ده لو تم استخدامه بشكل امثل بعيد عن الحروب والنزاعات المستمره ممكن يدر فعليا عشرات المليارات من الدولارات على اليمن واهلها، ولكن مين يسمع ويفهم الكلام ده؟ الحاجه الاخيره اللي هتكلم عليها في فيديو النهارده وهي الزراعه. الزراعه في اليمن قصه كبيره ومتشابكه جدا، ولكن هحاول الخصها لك على قد ما انا فهمت. قطاع الزراعه في اليمن بيمثل 50% من اجمالي القوى العامله هناك، اللي على حسب بيانات البنك الدولي لسنه 2020 وصلوا لحوالي 9 مليون شخص. وفي بيانات تانية اعتقد ان هي اكتر منطقيه بتقول ان الشباب القادر على العمل في اليمن بيمثل حوالي 47% من اجمالي عدد السكان اللي هو حوالي 35 مليون نسمه تقريبا. وعموما وفي كل الحالات فالقطاع الزراعي في اليمن يعتبر هو الاهم على الاطلاق بعد النفط، واللي يعتبر دلوقتي منهار تماما بسبب الحرب الدايره في اليمن. مساحه الاراضي الصالحه للزراعه في اليمن كانت حوالي 6.6 مليون فدان في فتره التسعينيات، يعني حوالي 5% من اجمالي مساحه اليمن، والمساحه دي انخفضت ل 3.7 مليون فدان بس في سنه 2020. والسبب الرئيسي لانخفاض الرقعه الزراعيه هناك هو التغيرات المناخيه، زي مثلا انخفاض الامطار اللي بتمثل 80% من مصادر الري اللي موجوده في اليمن، وكمان عدم وجود آلية واضحه لتخزين المياه دي في اوقات ومواسم الجفاف. والسبب الثاني هو تناقص معدل استخراج المياه الجوفيه هناك واللي بتمثل 20% من مصادر المياه اللي موجوده في اليمن، مع العلم ان معدل استخراج المياه الجوفيه دي اعلى من معدل شحن الطبقات الجوفيه هناك. وطبعا الكلام ده مع عدم وجود اي برنامج دعم او تمويل حكومي من الحكومه للمزارعين ادى لتدهور وتصحر الاراضي الزراعيه الموجوده في اليمن بشكل كبير جدا. وتقدر كمان تضيف ان اليمن وحسب تصريحات وزاره الموارد المائيه هناك بتحتاج لشبكه انابيب تسمح بتبادل المياه الفائضه بين الشمال والجنوب لما يحصل عجز في اي مكان فيهم، وده طبعا مستحيل انه يحصل برضه مع الصراعات المستمره هناك. وتربه اليمن اللي تعتبر خصبه جدا وغنيه بالمحاصيل الزراعيه زي القمح والذره واجمل فواكه العالم واجود بن ممكن تشرب بيه قهوه في حياتك، للاسف ونتيجه للوضع الغير مستقر هناك اتجه جزء كبير من المزارعين معدومي الضمير لزراعه ماده او نبات اسمه نبات القاط، اللي يعتبر مخدر منتشر جدا هناك شبه الحشيش عندنا كده في مصر. وربنا يعافي اهلنا في مصر من الحشيش ويعافي اهل اليمن من القاط. وعلى حسب تصريحات البنك الدولي لسنه 2020 فالمساحه المخصصه لزراعه القاط في اليمن ارتفعت بنسبه 40%، وده من سنه 2016 لحد سنه 2020، وده لانه بيدر عائد مادي مربح جدا بالنسبه لتكلفه زراعته. وانا الحقيقه وانا بحضر الفيديو ده عن اليمن كنت مصدوم جدا من حجم الثروات في البلد دي، واللي انا برضو ما كنتش اعرف عنه اي حاجه. قد ايه اليمن فيها خير منهوب وغير مستغل. اليمن بلد الكرام، لم نوفيك قدرك في الكلام ولن نستطيع، ولكن انا سعيد ان اتعرفت عليكي من جديد وعن قرب، وعندي امل كبير ان اليمن في يوم من الايام هتكون احسن بلاد الدنيا، وربنا يحفظ اليمن ويوفقها ويوفق اهلها جميعا ويوحدهم من تاني. وشكرا لكم، السلام عليكم.